مئات الجزائريين يعبرون الحدود يوميا وصولا إلى العيادات التونسية طلبا للعلاج، وفي معظم الحالات يكون السبب إما تأجيل المواعيد في الهياكل الاستشفائية العمومية، وإما التكاليف الباهظة لمختلف العمليات الجراحية في المصحات الجزائرية الخاصة، لأسباب عديدة من بينها نقص الخدمات الصحية، ضعف التشخيص أو بشكل كبير أن المواعيد التي تكون سواء في المصحات العمومية أو الخاصة في الجزائر بعيدة جدا، وأحيانا الحالة الصحية اللي يكون عليها المريض لا تتحمل كل هذه الفترة. رحت قلت لي عقبت بيبع هنا بيبع اللي تحت، قلت له عندك كطواق برشا بزاف كاع، قلت له نجم ندير عمليه هنا، قالت لي معليش الحمد لله قاموا بنا في مستوى. جزائريون على أبواب المصحات، ومصحات تفتح ذراعيها لمرضى الجوار بأسعار تنافسية، فما تكلفه عملية جراحية في مصحات العيون التونسية على سبيل المثال لا الحصر قد يكلف ضعفها محليا. الأثمان بتاعنا في المصحة معقولة على الآخر، والله سامبلس ترانزمان ممكن نقول لك باليورو باش تفهمني أحسن، حوالي 600 أورو 700 أورو عملية على الحول. يعني حالات شافوا كثير من الأطباء وصلوا حالة بين قوسين يأس وجاوا يشوفوا في حل نهائي في تونس، بحكم أنه الريبوتاسيون تونيزيان ولات معروفة في كل مكان، ولاو يجونا في جميع الحالات. تلعب المصحات التونسية على أدق الأوتار، وهي المزج بين السياحة الطبية والخدمات الاستثنائية، وأهم منهما إلغاء ما يسمى المواعيد وحرية دفع المستحقات. في 2016 استقبلنا قرابة 1500 مريض جزائري اللي هما يجيو في المرتبة الثانية بعد التوانسة، قاعدين نعملوا على تحسين جودة الخدمات لمزيد استقبال أكثر جزائري يجيو برانسيبالمون من تبسة وسوق هراس. الطبية ومن ناحية الجراحة أو من ناحية العلاج بالليزر، جميع المرافق موجودة وبأسواق معناتها نجم تقول مستحبة وفي متناول الجميع. مصائب قوم عند قوم فوائد، فقد أدى فشل النظام الصحي في زيادة عدد المرتادين على المصحات التونسية، إذ سجلت الأخيرة أكثر من 120 ألف جزائري على أسرتها خلال 2016، وبذلك ساهم الجزائريون في دعم السياحة العلاجية بتونس بما يعادل 500 مليون دولار في سنة واحدة.